Hello, grade 5. Today, inshallah, we're going to learn the difference between a and some and any. الأربع كلمات دول مهم نعرف قوي الفرق ما بينهم. تعالوا نبتدي بأول كلمتين ونعرف إيه الفرق ما بينهم. أولا أنا عندي كلمة اسمها a وكلمة اسمها an. الاتنين دول في حاجة مشتركة ما بينهم. طيب إيه الحاجة المشتركة ما بين الكلمتين دول؟ إن الاتنين بيجوا مع مفرد بس. بنقول a and an equal 1 يجوا قبل المفرد بس، يعني ما ينفعش يجوا قبل حاجة جمع. طيب تعالوا نكمل. احنا قلنا ان هما بيجوا قبل المفرد بس. طب ايه الفرق ما بينهم طالما الاتنين بيجوا قبل المفرد؟ ان الاتنين في فرق ما بينهم، ان a بتيجي قبل حاجات وان بتيجي قبل حاجات. طيب الاتنين لازم يكون قبل مفرد ويكون noun يعني اسم حاجة. يعني ما ينفعش اقول مثلا eat eat the verb، ما ينفعش اقول an eat، لا، لان هو ان a و an بيجوا قبل كلمة اسم، يعني مثلا اسم حيوان زي cat dog elephant، اسم حيوان عموما، او اسم مثلا person شخص زي ايه، زي teacher boy girl father mother، كل دول اشخاص people يعني. ممكن كمان places اسماء اماكن زي home school وهكذا، يبقى او ان بيجوا قبل الاسماء. تمام، بيجوا قبل اسماء الجماد او الثينجز الاشياء زي مثلا pen book table، اي اسم حاجه جماد او نبات وهكذا، يبقى او ان بيجوا قبل الاسماء وقبل الاسم المفرد بس. طب الفرق ما بينهم، تعالوا نبتدي بان. ان هي بتيجي قبل اسم مفرد ولكن شرط يكون ان هو مبدوء بفاول. what are vowels؟ الفاولز A E I O، دي الأو من بره اهو، U، يبقى ان بتيجي قبل دول. أما A بتيجي قبل أي اسم مبدوء بكونسونانت مش فاول، ومش شرط يكون الفاولز حروف، الفاولز أصوات، يعني صوت أو أ. يعني أنا ممكن أقابل كلمة زي دي مثلا apple، تعالوا كده نشوفها أهي apple. كلمة apple ابتدت بفاول اللي هو ال A، فهجيب قبلها طبيعي an apple. طب أنا ممكن أسمع كلمة زي دي، اقروها كده. جميل، اسمها hour. أنا لقيت H بس أنا سمعت hour، فهكتب برضو قبلها an لأن أنا سمعت الفاول hour. يبقى الفاولز ليها علاقة بالأصوات مش الحروف بس. يعني أنا ممكن أسمع فاول في البداية بس إيه، أشوف consonant، الكونسونانت ده أو الحرف الساكن ده silent، وأنا ابتديت من الأو فهكتب إيه an. تمام، ده مش موضوعنا النهاردة، ولكن عايزين بس نفرق ما بين الA والان. نيجي للA، قلنا ان هي بتيجي قبل consonant. consonant بقى اللي هو اي حرف تاني غير الفايف vowels دول. تمام يا ولاد، زي ايه؟ تعالوا نشوف. زي مثلا a bag، كلمة bag ابتدت بكونسونانت اللي هو البي، علشان كده جبت قبلها a. طيب ده الفرق ما بين a و an، عرفنا ان هما الاتنين بيجوا قبل المفرد بس. طيب تاني كلمتين عندنا في الدرس هما some and any، تعالوا نشوفهم. عندي كلمة اسمها some وكلمة اسمها any، الاتنين مشتركين في ايه؟ طيب احنا قلنا ان دول بيجوا قبل المفرد، فطبيعي بقى ان دول يجوا قبل الجمع. تمام، بيجوا قبل plural يعني جمع. some و any كمان بيجوا قبل ال uncountable nouns. طبعا عارفين ال uncountable من السنوات اللي فاتت، ولكن لو احنا مش عارفين ال uncountable يعني ايه، حاجة ما بتتجمعش ما بتتعدش خالص، زي مثلا الحاجات السائلة. ينفع اقول مية ميتين 3 ميات؟ لا، يبقى هنا هنستخدم some و any، لان الحاجات المية دي ما بتتجمعش، يعني نقول some water او any water. تمام. السكر والشاي والحاجات دي salt sugar flour، كل الحاجات اللي هي الصغنونة خالص دي برضو بستخدم معاها some و any، بتبقى uncountable يعني ما بتتعدش. يبقى some و any بيجوا الاتنين مع الحاجات اللي هي ما بتتعدش او البلورال nouns اللي هي الجمع، ولكن عمر ما some و any يجوا قبل الايه، المفرد بس. طيب تعالوا نشوف كمان some و any ايه الفرق ما بينهم. يعني احنا عرفنا ان هما
الاتنين بيجوا قبل الجمع والحاجات اللي ما بتتعدش. طب ايه الفرق؟ هنعمل علامات صغنونة كده توضح الفرق. تعالوا نشوف. some any. هنعمل علامات زي علامات الترقيم وهي اللي هتوضح لك الفرق ما بينهم. some هنا هنعمل full stop، وهنا هنعمل question mark، هنا هنعمل x اللي هي النيجاتيف sentence وهنعمل question mark. طيب يا تيتشر أنا مش فاهم. لا، أنت هتفهم كل حاجة دلوقتي حالا. كلمة some بتيجي مع الجملة الأفيرماتيف أو خلينا بالعربي المثبتة. أما any بتيجي مع الجملة النيجاتيف المنفية. منفية يعني فيها إيه؟ نفي، يعني زي not أو never. ماشي، الكلمات دي بتاعت النفي مثلا يعني، يبقى دي أستخدم معاها any. يبقى دي الجملة المثبتة some. أما any بتيجي مع الجملة المنفية اللي فيها never أو not. some بتيجي في question بس مش أي سؤال، سؤال العرض والطلب. عرض offer يعني، وسؤال الطلب اللي هو request. تمام. أما ال question mark سوري any بتيجي مع ال question يعني السؤال. question اللي هو السؤال. طيب السؤال العادي. طب تعالوا نشوف بإكزامبلز أو أمثلة على طول. يلا بينا. لما أقول لك هنا مثلا sentence، خلي بالك بقى من الجمل اللي أنا هكتبها دي. أنا هسيب لك برضو الصفحة كاملة أهو علشان تبقى شايف كل حاجة. هنا هقول لك I have space apple. تعالوا نفكر في كلمة apple. apple ابتدت بإيه؟ بفاول، صح؟ طيب فاول وهي مفردة. ايه اللي بيجي مع المفرد؟ انا عندي او ان. طب مين اللي بيجي مع الفاولز اللي هي حرف الاي؟ ان. يبقى هنا I have an apple. طيب الجملة اللي بعدها I have، ماشي، green apple. بص لي بقى هنا apple برضو مفردة وابتدت بفاول، ولكن في قبلها الكلمة دي ابتدت بكونسونانت. في الحالة دي ما ينفعش أقول an green apple، لا هقول a green apple. ليه؟ عشان الكلمة اللي جت بعدها هنا أولها consonant، حرف مش من الحروف الفاولز. فهنا أقول I have a green apple. الجملة اللي بعدها هنا do you have space apples. بصلي كويس بقى. كلمة apples هنا يا ولاد لقيتها ان هي plural، جمع اكتر من واحد. plural يعني جمع. ما ينفعش استخدم ولا ولا ان، لان هنا او ان بيجوا مع المفرد بس. يبقى هنا عندي اختيارين، يا اما some يا اما any. طيب هشوف كويس. انا هنا لقيت عندي علامة استفهام يعني question. do you have؟ اكيد اجري على any. يبقى do you have any apples؟ السؤال اللي بعده هنا بقول I don't have space apples. هنا برضو لقيت apples جمع، يبقى هستبعد a و n. طيب أشوف بقى some و any. طيب some ولا any؟ أنا هنا لقيت كلمة don't يعني الجملة منفية، برضو أجري على any. طيب جملة كمان، تعالوا نشوف. هنا بقول I have space apples. هتقولوا لي هنا لقينا apples يا teacher plural، أكيد هجري على some أو any. طب some ولا any؟ تعالوا نشوف. هل أنا لقيت question؟ لا. طب أنا لقيت negative sentence؟ لا. يبقى أكيد أجري على إيه؟ على some. تعالوا نكتبها. يبقى I have some apples. طيب تعالوا نشوف امتى تاني some بتيجي. طبعا دي مش عندنا في الدرس ولكن هي معلومة زيادة. هنا would you like، هل تود. would you like a ولا an ولا some ولا any apples؟ هتيجوا تقولوا لي يا teacher
أنا لقيت apples plural فهنستبعد A و N، لقيتها جمع في آخرها اس هستبعد A و N. هجري على some أو any. هتقولوا لي لقيت علامة استفهام أجري على any؟ لا اصبر شوية. هو ده سؤال عادي؟ لا مش سؤال عادي، ده سؤال ايه؟ ده سؤال عرض. انا بقول له would you like apples؟ انت عايز شوية تفاح؟ طالما سؤال عرض يبقى هجري على some مش any. هل تود شوية تفاح؟ some apples. يبقى كلمة some معناها بالعامية شوية أو باللغة العربية بعض. تعالوا نكتبهم برضو أهو، بعض أو شوية. إنما any معناها أي أو أن ملهمش مرادف بالعربي، تمام؟ ملهمش كلمة مقابلة ليهم لأن هم أدوات نكرة، تمام؟ يبقى ده الفرق ما بين a وان وsome واني. ودلوقتي تعالوا نحل questions أو أسئلة على الأربع كلمات دول a وان وsome واني. Choose the correct answer from A, B, C or D. The first question, I have space potatoes. أول حاجة أجري عليها الكلمة اللي بعد النقط. هنا لقيت potatoes plural. plural يعني جمع، هستبعد أو ان، يبقى يا إما some يا إما any. طب some ولا any؟ هبص الأول، هو ده سؤال؟ لأ. طب هو في negative sentence؟ لأ، يبقى أكيد أجري على some. I have some potatoes. Question number 2. Are there spaced tomatoes in the fridge? Are there. تعالوا نشوف الكلمة هنا إيه؟ tomatoes فيها s يعني plural، هستبعد أو an. هبص في الآخر هلاقي question mark، ده سؤال عادي مش سؤال ولا عرض ولا طلب، يبقى هجري على إيه؟ any. Are there any tomatoes in the fridge? Number 3. We don't have space onions. تعالوا نشوف. أنا هنا لقيت onions plural يعني جمع، هستبعد أو an. هجري على إيه؟ يا إما some يا إما any. طيب تعالوا نشوف، هل أنا لقيت question mark مثلا؟ لأ، ولكن لقيت إيه؟ لقيت كلمة not في كلمة don't. we don't. يبقى على طول أجري على any. We don't have any onions. Number 4. I want to have space egg. I want to have. أول حاجة بص الكلمة singular ولا plural؟ مفردة، يعني هجري على a أو an. طيب a ولا an؟ نشوف بعدها consonant ولا vowel. لقيت egg بتبتدي vowel، هجري على an. Number 5. There isn't space milk in the fridge. تعالوا نشوف milk. هو ملك مفرد؟ لا، ينفع أقول لبنية 3 لبنات. اللبن ما بيتجمعش، يبقى حاجة اسمها uncountable. يبقى ال uncountable الحاجات اللي ما بتتجمعش ولا بتتعد يا إما some يا إما any. هبص كويس some ولا any. لقيت علامة استفهام، ده question؟ لأ. طب أنا لقيت إيه؟ لقيت إن هي negative sentence فيها not isn't، يبقى على طول أجري على any. السؤال بيقول لي there isn't any milk in the fridge. سهل وبسيط. Number 6. I will buy space oranges for the picnic. تعالوا نشوف ولا ان ولا some ولا ان. يبص على الكلمة اللي بعد النقط، لقيتها plural، استبعد او ان وشوف some ولا any. هو ده سؤال؟ لا. طب في negative word؟ لا، يبقى على طول أجري على some. I will buy some oranges for the picnic. Number 7. She bought some space yesterday. هي اشترت بعض. هنا بقى عكس لي السؤال، هنا جايب لي هو some. طيب ينفع أقول some apple يجي بعدها حاجة مفردة؟ some بيجي معاها مفرد؟ لا، يبقى هستبعد apple. ينفع أقول some eggs؟ مش هقولك ولا لأ. طب ينفع أقول carrot اللي هي المفرد؟ ما ينفعش. طب ينفع أقول watermelon اللي هي المفرد؟ لأ، يبقى على طول نجري على الكلمة الجمع. Number 8. طيب احنا حتى لو احنا عارفين الإجابة لازم برضو نقرأ بقية الاختيارات يا ولاد. Number 8. He bought space cotton candy yesterday. طيب تعالوا نشوف هنا كلمة cotton candy يعني بالعامية كده غزل البنات. هو احنا بنجمع غزل البنات نقول غزل بناتيتين، غزل 3 بنات، غزل؟ لا، ما بنجمعهوش. يبقى هو
uncountable. يبقى أنا هشوف أكيد هستبعد أو إن، هدور على some ولا any. طيب هو ده سؤال؟ لأ. طب هو في negative sentence أو negative word كلمة منفية يعني don't أو never isn't وهكذا؟ لأ مفيش. يبقى الإجابة some. تمام. يبقى أول حاجة أنا ببص عليها الكلمة اللي بعد النقط هي singular ولا plural ولا uncountable، وبعدها بقى بحدد هو دي جملة عادية ولا سؤال، طب أنا عندي vowel ولا consonant وهكذا. الدرس سهل جميل جدا جدا جدا. يبقى ده كان الدرس بتاعنا النهاردة، الفرق بين الأربع كلمات. أول درس من يونت 2 لجريد 5. استنوا باقي الدروس إن شاء الله. ما تنسوش بقى لايك وشير وفولو لبيج ايزي انجليزي على كل المنصات. باي باي.